يلا بينا نبدأ حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي سوريا وعندي 23 سنة، عايشة مع اخويا ومراته. وفي يوم من الايام كنت واقفة بلبس قدام المراية، ودخلت عليا مرات اخويا وقالت لي: على فين العزم كده بقى ان شاء الله؟ هو انتي شطبتي المطبخ قبل ما تمشي؟ مش انا قلتلك يا بت انتي ما تخرجيش قبل ما تخلصي المطبخ؟ الله يخليكي يا ليلى، سيبيني امشي دلوقتي، صاحبتي مروة امها ماتت النهاردة ولازم اكون واقفة جنبها في يوم زي ده. بقالها اسبوع في المستشفى وانا ما رحتلهاش ولا اطمنت عليها، ولسه متوفية النهاردة. هو حد يا اختي كان قالها تعمل في نفسها كده؟ مش هي اللي رمت نفسها من البلكونة؟ وبعدين انا مالي يا حبيبتي؟ عايزة تنزلي تبقي تخلصي كل اللي وراكي، وانا مش عاملة اي حاجة في البيت خالص. انا نفسي افهم هو انتي بتعملي فيا كده ليه يا ليلى؟ على فكرة بقى انا ليا في الشقة دي زي جوزك بالظبط. بقولك ايه بقى، انا مش عايزة رغي كتير، وادخلي خلصي كل اللي وراكي بدل ما اقول لاخوكي على كل اللي انتي عملتيه. وبقي وريني بقى هتشوفي نور الشارع تاني ازاي. حاضر يا ليلى ماشي، اوعي كده من وشي. وسبتها ودخلت المطبخ وانا بعيط. خلصت كل غسيل المواعين وشطبت المطبخ كله، وخدت بعضي ورحت لصاحبتي مروة. قالت لي: اخص عليك يا سوريا، معقول تتأخري عليا بالشكل ده؟ ده انا قلت ان انتي اول واحدة هتبقي موجودة معايا. ماما ماتت يا سوريا وانا مش هعرف اعيش من غيرها. حقك عليا يا مروة، اصل انتي مش عارفة اللي انا فيه. ربنا يرحمها ويغفر لها، انا جنبك اهو. وكمان عم جمال ابوكي ربنا يخليهولك يا رب، انا شايفة برضو ان هو بيحبك جدا وعمره ما هيتخلى عنك. وانا فضلت قاعدة جنبها لحد ما الناس مشت والعزا خلص. قلت لها: بقولك ايه يا مروة، انا اتكلمت مع عماد اخويا وعرفته ان انا هبات معاكي النهاردة. هو كده كده اصلا ما هيصدق ان انا بات برا البيت. بجد يا سوريا؟ طب كويس قوي، يلا تعالي ندخل على الأوضة جوه. وبعد ما دخلت أنا وهي على الأوضة، عمتها قعدت مع أبوها وقالت له: ايه رأيك في ثانية بنت خالتك؟ البت يتيمة وعايزة تتجوز. ايه الكلام الفارغ اللي انتي بتقوليه ده؟ أنا لسه دافن مراتي النهاردة، عايزاني أفكر في الجواز؟ ما دي سنة الحياة. هو انت عايز يعني تقعد كده من غير جواز ولا ايه؟ لا طبعا، أنا ما يرضينيش كده أبدا. مفيش راجل يقدر يعيش من غير واحدة ست. مش وقت الكلام اللي انتي بتقوليه ده. ويلا قومي انزلي على شقتك، انا عايزه انام، طول النهار واقف على حيلي. لا بقى، بقولك يا جمال، انت عارف وانا عارفه الحكايه من اولها لاخرها. انت لازم تتجوز، انت سامع ولا لا؟ يا ريت توطي صوتك، البت قاعده جوه مع صاحبتها وانا مش عايزها تسمع اي حاجه. وخلاص يلا وانزلي على شقتك، انا ما بفكرش في موضوع الجواز ده دلوقتي. وفعلا عمتها نزلت على الشقه، وابوها فتح باب الاوضه وقعد يبص علينا واحنا نايمين. معلش بقى يا مروة، حقك عليا، اصل انا ما بحبش انام بالاسود خالص. حتى لما بابا وماما ماتوا قلعته في نفس اليوم. ولا يهمك يا سوريا، تعرفي ان انا اول مرة اشوفك بقميص النوم؟ اصل انتي لما بتيجي عندنا بتفضلي لابسة الحجاب والعباية عليها على طول. تعرفي انا نفسي في ايه يا مروة؟ ان انا افضل قاعدة معاكي هنا على طول ومرجعش بيت اخويا ابدا. طب ايه رايك يا سوريا لما جوزك ابويا وهتفضلي قاعدة معايا على طول؟ انت عبيطة يا بنتي، انت ايه يا شيخة، ما عندكيش ولا دم ولا احساس؟ شكلك كده ما كنتش بتحبي امك. وبعدين انت عايزة تجوزيني ابوكي ليه؟ حرام عليكي. بقى عايزين اصوم وافطر على ابوكي؟ وفضلنا نضحك احنا الاتنين، وبعدها نمنا على طول. وابوها فاضل باصص علينا من الباب. واول ما جه الليل روح عماد اخويا على البيت وقال لمراته: ازيك يا ليلى، عاملة ايه؟ اول مرة اشوفك سهرانة لحد دلوقتي. اعمل ايه يا اخويا، ده انا ما صدقت ان اختك مش موجودة في البيت عشان نعرف نقعد انا وانت لوحدنا. ايه ده، هي اتجننت دي ولا ايه؟ ازاي تبات برا البيت؟ ده انا هخلي ليلتها سودا النهاردة. يا ريت تهدى كده يا حبيبي وما تعصبش نفسك. اصل صاحبتها امها ماتت النهاردة وصممت تبات معاها. وبعدين هو انا مش من حقي ان انا اقعد انا وجوزي ليلة واحدة بس لوحدنا؟ بس دي في الاول وفي الاخر بنت وما ينفعش تبات برا البيت لوحدها. مش عايز كلام من الجيران وتبقى سيرتنا على كل لسان. سيبك بس من كلام الجيران والهبل ده. قولي وطمني، عملت ايه في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ تاني يا ليلى هنتكلم في الموضوع ده؟ مش انا قلتلك 1000 مرة انا مش هاخد الشقة كلها من اختي؟
هي ليها نصيبها ولازم تاخده. معاك حق طبعا يا حبيبي في كل الكلام اللي انت بتقوله ده، بس اختك مسيرها للجواز في يوم من الايام، وانت بقى عايز جوزها بعد كده يقول لها انا عايز نصيبك في شقة اخوكي؟ يا ستي لما تيجي تتجوز هبقى اتكلم معاها. قوليلي بقى ان انت عاملة عليا الليلة دي كلها علشان خاطر الموضوع ده، مش كده برضو؟ ايوه يا عماد، كنت عاملة كل ده عشان خاطر الموضوع ده بالذات، بس خلاص روح يا حبيبي نام في اوضة اختك لوحدك، ومش هتنام معايا في اوضتي لحد ما نشوف حل للموضوع ده. وفعلا ليلى قامت وسابته ودخلت على اوضتها. وتاني يوم الصبح لما صحيت لقيت عم جمال حضر الفطار، وقلت له صباح الخير يا عم جمال، ايه الشطارة دي كلها؟ كل الفطار ده عشاني انا ومروة؟ اصلا انا قلت برضو انت اكيد هتمشي دلوقتي، فقلت لازم احضر لك لقمة كده تاكليها قبل ما تمشي، وكمان انا ما بعرفش اكل لوحدي. ربنا يخليك يا عمو، اصل اخويا اتصل بيا ولازم انزل دلوقتي حالا، وانا وعدك يا سيدي لما اجي بالليل نتغدى كلنا مع بعض. اصلا انا مش ناوي اسيب مروة خالص اليومين دول. انا عارف برضو يا بنتي ان انتي بنت اصول، وبنات الاصول ما بيعملوش حاجة غير كده. يلا ربنا يخليكم لبعض. معلش يعني يا عم جمال، ممكن اطلب منك طلب؟ بس انا خايفة ترفض يعني. بصراحة كده بقى كلمة بابا وحشتني قوي. ينفع اقولك يا بابا؟ طبعا طبعا يا حبيبتي، ما انا زي ابوكي بالظبط. وانا قربت منه وبوسته في خده وقلت له يلا سلام. لو عماد اخويا يسيبني قاعدة معاكم هنا على طول هكون فرحانة جدا. هستأذنك بقى يا بابا عشان ما تأخرش. يلا مع السلامة. وانا سبته ومشيت، ومروة خرجت من جوه وقال لها مالك يا بت لو يا بوزك كده ليه؟ ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ معقولة انت لسه بتسأل يا بابا ايه اللي حصل؟ ما انت السبب في اللي حصل لماما وخلتها ترمي نفسها من البلكونة. تاني يا مروة هنتكلم في الموضوع ده؟ انت عارفة لو فتحتي الموضوع ده تاني هعمل فيكي ايه؟ كل اللي انا عايزة اعرفه يا بابا انت ازاي ماما هانت عليك تعمل فيها كده، ومرضتش تخليني ادخل عليها الأوضة عشان اودعها قبل ما تقابل وجه كريم. انا متأكدة ان هي كانت عايزة تقولي حاجة. الموضوع خلاص يا مروة، وامك الله يرحمها راحت للي خلقها، وانا بقى مش عايز كلام كتير. وابو مروة سابها ونزل. مروة قعدت تعيط وافتكرت كل اللي حصل يوم ما امها ماتت. في يوم من الايام ابو مروة كان راجع من بره ولقى امها قاعدة. قال لها خير يا ولية، مالك قعدلنا كده ليه؟ لا يا بوزك علينا كده ليه؟ هو انت ايه يا راجل، ما عندكش دم ولا احساس؟ وصلت معاك ان انت تعكس الجيران؟ طالع لجارتنا وهي بتنشر الغسيل فوق السطوح واقف بتعكسها، وكمان بتقول لها كلام ما ينفعش يتقال؟ هو انا لو معايا ست بجد كنت عملت كده؟ عملت كده، ولو مش عاجبك اخبطي راسك في الحيطة. لا مش عاجبني يا جمال، واعمل حسابك ان انت لو فضلت بالحال ده كل واحد فينا هيروح لحاله. انا مش هعيش مع واحد خاين. انت سامع ولا لا؟ بقولك ايه بقى، اعلى ما في خيلك اركبيه، ولو مش عاجبك امشي من هنا خالص، ومش عايزه اشوف وشك تاني. ومروه خرجت من جوه وقالت خلاص يا بابا عشان خاطري، بالله عليك وانت يا ماما اهدي شويه عشان خاطري، اكيد بابا ما كانش يقصد وجارتنا فهمت كلامه غلط. لا يا عين امك، هي ما فهمتش الكلام غلط ولا حاجه، انا فعلا عملت كده، واللي عندكم اعملوه. انا خلاص زهقت منك ومن عيشتك ومش عايزه اقعد معاك تاني. يلا طلقني يا جمال. بقى على اخر الزمن واحده زيك تقولي طلقني؟ طب والله ما هخلي فيكي حته سليمه النهارده. وامها جرت على البلكونه من قدام وراحت راميه نفسها، وخدوها على المستشفى على طول، وقعدت اسبوع كامل وماتت. ومروه رجعت من تفكيرها تاني وقعدت تعيط على مامتها، ودخلت على اوضتها علشان تنام. واول ما جه الليل رجع جمال من بره ودخل على اوضتها على طول وقال لها مالك يا بت يا مروه، انتي لسه نايمه لحد دلوقتي ليه؟ ولا يكونش يعني زعلانه مني؟ ولا زعلانه منك ولا حاجه يا بابا، بس ماما صعبانه عليا قوي وما كانتش تستاهل كل اللي حصل لها ده. تعرفي البيت وحش قوي من غيرها. هو انتي فاكره يا مروه ان انا كنت همد ايدي عليها بجد ولا ايه؟ ده انا كنت بهوش بس اعمل لها ايه؟ هي اللي خافت مني ورمت نفسها من البلكونه، وانا ما عملتش فيها اي حاجه. بس انت كنت ليه يا بابا بتعرف عليها ستات؟ انت عارف ان الموضوع ده بالذات كان بيتعبها قد ايه؟ اسمعيني بس يا مروه يا بنتي، امك كانت شكاكه زياده عن اللزوم، وكانت حاطه في دماغها ان انا على طول بخونها.
اما بالنسبة لي يعني انا ما كنتش بعمل اي حاجة غلط ولا حرام. يلا اللي حصل حصل بقى يا بابا، ده نصيبها وعمرها، ربنا يرحمها. وابوها قعد جنبها وقال لها انا مش هكدب عليك يا بنتي، انا حاسس ان انا مش عارف اعيش ابدا في البيت ده من غيرها، حتى اوضه النوم مش عارف انام فيها خالص وهي مش موجوده. بقولك ايه يا مروه يا بنتي، خليني انام معاكي النهارده. وماله يا بابا، تعالى نام جنبي. وفعلا نام جنبها وخدها في حضنه جامد. ومروه قامت مره واحده وقال لها خير يا مروه، في ايه؟ قمتي ليه؟ ابدا يا بابا مفيش حاجه، بس انا حاسه ان مش جايلي نوم خالص، هخرج اقعد بره وهعمل لي كوبايه شاي. وماله يا بنتي، بس وانتي خرجت في النور. ومروه سابته وخرجت. وتاني يوم انا رحت وقعدت معاها وحكيت لي على كل اللي حصل، وقلت لها ايه الاوهام اللي في دماغك دي يا مروه؟ ده ابوك يعني عمره ما هيبصلك في يوم من الايام، تلاقيه بس كان نايم براحته وهو حضنك ومش حاسس بحاجه. لا يا سرية، انا كنت حاسه بحاجه غريبه قوي وما كنتش مرتاحه في النوم. انتي بس يا حبيبتي اللي وهمه نفسك، مفيش اي حاجه زي دي، شكل موضوع مامتك مؤثر جامد عليكي. وفي الوقت ده الباب خبط جامد، ولما مروه قامت فتحت الباب لقيت محمود ابن عمتها قدامها، وقالت له في حاجه يا محمود؟ غريبه يعني ان انت تطلع دلوقتي. هو في ايه يا مروه؟ بقى دي مقابله تقابليها لي؟ انا عاوز خالي جمال في موضوع مهم. طيب ثانيه واحده يا محمود، هروح اناديله من جوه. ومروه خدتني ودخلنا على الاوضه جوه. اما بقى محمود قعد في الصاله ودخل عليه جمال وقال له خير يا محمود، ايه اللي مطلعك عندي دلوقتي؟ وامك عارفه بقى ان انت جاي؟ اصل انا عارفها كويس قوي، ما بتحبكش تدخل شقتي. انا جاي لحد عندك يا خالي عشان اخد رايك في موضوع مهم، لو وافقت عليه هقول لماما على طول. انا لحد النهارده مش فاهم ليه امي بترفض ان انا اجيلك هنا شقتها. طب يا ابني ما تقولي الموضوع اللي انت جاي عشان تتكلم فيه، ساكت ليه؟ بصراحه كده يا خالي انا معجب ببنتك مروه جدا وعايزه اتجوزها على سنه الله ورسوله، وانا كنت عايزه اجي واتكلم مع حضرتك في الموضوع ده من كام يوم بس ما قدرتش، وحاسس ان الوقت ده هو الوقت المناسب. واشمعنى يعني حاسس ان الوقت ده هو المناسب؟ مفيش يا خالي، اصلا انا سمعت ماما وهي بتقول ان انت لازم تتجوز، واكيد مراتك الجديدة مش هتكون حابة وجود مروة في البيت، ولا انت شايف ايه يا خالي؟ وكمان انا عندي استعداد اتجوز مروة واعيش انا وهي في شقة امي. انت اتجننت في دماغك ولا ايه ولا انت؟ انا مستحيل اوافق اجوز مروة بنتي، امشي اطلع بره من هنا. هو في ايه يا خالي بالظبط؟ انا شايف ان مروة كبرت ومش معقول يعني هتفضل كده من غير جواز. يا سيدي بنتي وانا حر فيها، مالكش انت دعوة، امشي من هنا يا محمود. اصل امك لو عرفت اللي انت قلته ده ما تعرفش هتعمل فيك ايه. وخلينا انا وامك كده كويسين مع بعض، ويا ريت بلاش تدخل موضوع الجواز ده ما بيننا. حاضر يا خالو، بس انا مستغرب جدا رد فعلك ده. انا قلت يعني ان انت هتفرح لما اجي واتقدم لمروه. انت عارف انا بحب مروه قد ايه، وانا ابن عمتها وهشيلها في عينيا، وانا اولى يعني من الغريب. وانا قلت لك امشي واطلع بره من هنا يا محمود، ويا ريت ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني، انت سامع ولا لا؟ ومحمود سابه ومشى. وفي الوقت ده عماد اخويا وصل البيت ولقى ليلى مراته قاعده في الصاله لوحدها، وقال لها امال فين سوريا يا ليلى؟ انا مش شايفها يعني، ومالك قاعده لوحدك كده ليه؟ هي سوريا بقت تقعد هنا اصلا؟ ده انا ما بقتش اشوفها خالص، وكل ما اسالها اقول لها انت رايحه فين ما بترضاش تقولي ابدا. ما هي لو عارفه ان ليها راجل يحكمها بصحيح ويقول لها رايحه فين وجايه منين مش هتمشي على حل شعرها كده ومحدش يعرف عنها حاجه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ليلى؟ وازاي ما تقوليليش على حاجه زي كده بس لما اشوفها؟ بس ازاي تعمل حاجه زي دي؟ مش دي برضه يا اخويا اللي كنت بتدافع عنها على طول ومش راضي تاخد الشقه منها؟ اشرب بقى وبقى قابلني لو قدرت عليها بعد كده. وليلى سابته ودخلت على جوه وهي بتت. وعماد مسك التليفون واتصل بيا على طول، وانا اول ما شفت رقمه على تليفوني خفت جدا وقلت يا لهوي ده عماد اخويا بيتصل بيا، وفيها ايه يعني يا سوريا ما تردي عليه؟ هو انتي مش معرفان ان انتي عندي؟ بصراحة كده بقى يا مروة ليلى مراته هي اللي تعرف، وقالت لي روحي لصاحبتك وانا هقول لعماد جوزي. خلاص خايفة من ايه؟ ردي عليه، زمانها قالت له ان انتي عندي. وفعلا رديت على عماد اخويا على طول، واول ما رديت لقيته قاعد يزعق لي جامد وقال لي انتي فين يا بنت يا سوريا؟
هو البيت ده ما بقاش فيه لا رابط ولا ظابط ولا ايه؟ ازاي تخرجي كده من غير ما تقوليلي؟ لا والله يا عماد يا اخويا، ما انا قلت الليلة قبل ما انزل وقالت لي ان هي هتقولك. انا مش فاهمة اي حاجة. بقولك ايه بقى يا بت انتي، 5 دقايق والاقيكي عندي في البيت، يا اما والله هاجي جرجرك من شعرك من المكان اللي انتي قاعدة فيه. واديني قلتلك اهو. وقفل في وشي التليفون على طول. ومروة قالت لي في ايه يا سرية؟ اخوكي قالك ايه خلى وشك مخطوف بالشكل ده؟ مش وقته الكلام ده يا مروة، انا شكلي في مصيبة وانا مش فاهمة اي حاجة، لازم اروح دلوقتي حالا. وانا سبتها وجريت جري على البيت. وفي الوقت ده محمود ابن عمة مروة كان قاعد مع مامته وقال لها انا عاوزك ياما تفتحي خالي في موضوع جوازي من مروة، اكيد يعني مش هيرفض لك طلب. مالها مروة يا واد؟ رد عليا وقولي، اكيد شفت عليها حاجة كده ولا كده؟ مش كده برضو؟ شفت عليها حاجة ايه بس ياما؟ انا عايزة اتجوزها مش اكتر. لا بقى، ده انت شكلك اتجننت على الاخر. انا مستحيل اوافق على حاجة زي كده ابدا، ولو مروة دي اخر بنت في الدنيا عمري ما جوزها لك ابدا. وبعدين ازاي تعمل حاجة زي كده من غير ما تقولي؟ لا بقى، انا مش فاهم اي حاجة. انا قلت لما فتحك في حاجة زي كده يا امي هتفرحي، وبالذات يعني ان مروة بنت خالي، وهي دي البنت الوحيدة لخالي جمال، وانا بحبها من زمان قوي. بقولك ايه بقى يا محمود، لو مش عايزني ازعل منك اوعى تفتح الموضوع ده معايا تاني. ولو عاوز تتجوز يا حبيبي شاور على اي بنت في الدنيا وانا مستعد اجوزها لك من بكره. انا فعلا مش فاهم اي حاجه يا ماما. انا كنت بستغرب جدا ان انتي لما بتشوفي مروه قدامك ما كنتش بتيجي تتكلمي معاها، وكنتي دايما بتتعمدي تحرجيها هي وامها. انا حاسس كده ان انتي مخبيه عليا حاجه ومش عايزاني اعرفها خالص. لا يا حبيبي، مفيش اي حاجه، انا بس بقولك كده عشان انا وخالك نفضل حبايب مش اكتر. وانا برضو يا محمود مش عايز اخسر اخويا عشان انت هتتجوز بنته ويفتكر ان احنا طمعانين فيها ولا حاجه. خلاص يا ماما، وانا هحاول اصدقك على قد ما اقدر، مع اني يعني مش مقتنع بكلامك ابدا. وطالما انتي وخالي مش عايزين كده انا خلاص مش عاوز مروه، ومن دلوقتي هتبقى زي اختي بالظبط. ومحمود سابها ودخل على اوضته على طول. وفي الوقت ده في شقة مروة ابوها قال لها هو في ايه يا مروة يا بنتي؟ هو في حاجة حصلت مع صاحبتك؟ اصلها مشت كده بسرعة من غير العادة يعني. مش عارفة والله ايه اللي حصل معاها يا بابا. كل الحكاية ان اخوها كلمها في التليفون وزعق لها وقالت لي ان انا لازم اروح على البيت دلوقتي. وجمال قرب من مروة وقال لها طب بقولك ايه، تعالي جوه عايزة اقولك حاجة كده. قالت له عايز ايه يا بابا؟ انا مش فاهمة قصدك. قال لها مالك يا مروة، خفتي مني كده ليه؟ كل الحكاية ان انا عايزة انام في حضنك زي امبارح، اصل انتي ما تعرفيش امك وحشاني قد ايه. بس يعني يا بابا ابوها شدها جامد من ايديها وقال لها بقولك ادخلي جوه، والا بقى لو ما دخلتيش انتي مش عارفة هعمل فيكي ايه. وفعلا مروة دخلت معاه الأوضة، وبعد شوية قامت من جنبه وهي متعصبة وقالت له ايه اللي انت بتعمله معايا ده؟ اول مرة كنت مفكرة غلط وقلت مستحيل اب يفكر في بنته بالشكل ده ابدا. هو فيها ايه يعني لما تعملي اللي انا عايزه منك وخلاص؟ مش اهون برضو لما اجيب واحدة غريبة واتجوزها وادفع لها فلوس قد كده؟ ومروة كانت واقفة قدامه منهارة من العياط وقالت له انا مستحيل اعمل كل اللي انت عايزه ده، لولا ان انت ابويا كنت رحت وبلغت عنك الشرطة. جاتك نيلة يا اختي، غوري في داهية، بنت بومة زي امك بصحيح. وفي الوقت ده انا كنت وصلت البيت ولقيت عماد اول ما شافني قاعد يزعقلي ويقول لي انت ازاي يا هانم تخرجي كده من غير ما تعرفيني؟ ولا انت شايفاني ايه بالظبط؟ اهدى بس يا اخويا عشان خاطري، انا ما عملتش اي حاجة غلط. وقبل ما بنزل من البيت بقول لليلى مراتك وهي قالت لي روحي لصاحبتك، ولما يرجع اخوكي من بره هقوله على طول. وليلى خرجت على كلامي من الأوضة وقالت لي انت يا بنت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزة تجيبيها فيا انا؟ ومن امتى يا حبيبتي وانا بعمل اي حاجة من غير ما اقول لجوزي؟ انا عارفاكي كويس قوي يا سرية، مية من تحت تبن، وعايزة تعملي اي مشكلة وخلاص بيني وبين اخوكي عشان امشي من الشقة وتفضلي مبرطعة فيها براحتك. انت كدابة يا ليلى، مش انت اللي قلتيلي روحي لمروة صاحبتك وما ينفعش تسيبيها في وقت زي ده؟ اخصى عليكي يا سرية. بقى انا برضو كدابة؟ يعني انا هستفاد ايه يعني لما اعمل كده؟ بس شكلك كده بتخططيلي عشان توقعيني.
وعماد جوزي يطلقني، مش كده برضو؟ بقولك ايه بقى يا عماد، انا خلاص جبت اخري من اختك ومن مشاكلها وحواراتها اللي ما بتخلصش. انا خلاص ما عادش عدالك في البيت ده دقيقة واحدة. طالما اختك هتكدبني بالشكل ده وانت واقف وسامع وكأنك مصدقها يا اخويا. اقعدي يا ليلى، رايحة فين؟ مفيش خروج من البيت. ولقيت عماد اخويا قرب مني ومسك ايديا جامد وقال لي شكلك كده دلعتك على الاخر. وانا ما كنتش برضه اسمع كلام ليلى في اي حاجة لما قالت لي الشقة تتكتب باسم. بس خلاص يا سوريا، هي خلصت لحد كده، وادخلي على اوضتك ومفيش خروج من البيت ده نهائي. فاهمة ولا لا؟ والله انا مظلومة يا عماد، انا مش عارفة مراتك ما بتحبنيش ليه، وهتستفيد ايه بكل اللي بتعمله معايا ده؟ وعماد اتعصب جدا وضربني بالقلم وقال لي خرسي بقى يا بنت انتي ومش عايزة اسمع لك اي صوت. اديني قلتلك اهو. وليلى اللي كانت بتبصلي من فوق لتحت بكل شماتة، وانا سبتهم ودخلت على اوضتي على طول. وليلى قربت من عماد وقالت له عاشت ايدك يا سيد الرجالة. ايوه كده، شد عليها، على رأي المثل اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. بس انت عجبتني قوي يا حبيبي، اخيرا هتخليها تتنازل عن الشقة وتخليها باسمك. اسكتي يا ليلى ومش عايزة اسمع لك اي صوت. مش انا عملتلك كل اللي انت عايزاه؟ خلاص بقى سيبيني في حالي. بقولك ايه بقى يا عماد، لو متضايق يا حبيبي ان انت مديت ايدك عليها، عندك اهي في الاوضه، ادخل لها وصالحها وراضيها. انا ما قلتلكش يا حبيبي تمد ايدك عليها، بس انا اللي كنت فرحانه وقلت خلاص جوزي بقى راجل وحمش بلا وكس على الرجاله. في الوقت ده جمال كان خارج من شقته ولقى اخته واقفه ومستنياه. قال لها خير يا سعاد، ايه اللي موقفك بالطريقه دي؟ بقولك ايه بقى يا جمال، كويس يا اخويا ان انت نزلت، اصلا انا كنت طالعالك دلوقتي. خلي اللي ما تتسمى مروه دي تبعد عن محمود ابني، يا اما بقى هقول لها على كل حاجه. خلاص يا سعاد، انا رفضت محمود ابنك وما تقلقيش من حاجه زي كده. انا مستحيل اخليه يتجوز مروه طول ما انا عارف ان انت ما بتحبيهاش. حلو قوي الكلام ده يا جمال. انت عارف بقى لو انا عرفت ان انت وافقت على الجوازه دي هاخد بعضي كده يا اخويا واروح على ابو مروه الحقيقي واقول له على كل حاجه واسيبه بقى هو اللي يتصرف معاك. واخته سابته وقفلت باب الشقه في وشه على طول. الله يخرب بيتك يا سعاد على اليوم اللي انا عرفتك فيه ان البنت دي مش بنتي وتبقى بنت مراتي. وجمال افتكر يوم ما ام مروه جات له وهي بتعيط وقالت له لحقني يا جمال، انا اتطلقت من كريم صاحبي، انا خايفه قوي لو عرف ان انا حامل ياخد مني العيل اللي في بطني، وانت عارف كويس قوي ان هو واحد شراني وهياخد اللي في بطني غصب عني. بقولك ايه بقى يا ساميه، انت عارفه كويس قوي اني كنت معجب بيكي قوي من زمان، وكريم صاحبي هو اللي جالك وتقدملك قبلي واتجوزك على طول. فايه رايك بقى يا ساميه لما اتجوزك على سنه الله ورسوله والعيل اللي في بطنك ده يتكتب باسمي؟ بس كده الموضوع هيبان يا جمال، خصوصا يعني ان انا لسه في شهور العدة، وعبل ما تخلص شهور العدة بطني هتكون كبرت. وبعدين انت هتستفيد ايه بالموضوع ده لما بنتي تتكتب باسم؟ اسمعيني كويس اوي يا سامية، طالما هكتب كتابي عليكي واتجوزك يبقى لازم تعرفي الحقيقة كلها. انا ما بخلفش، عشان كده مراتي الاولانية اتطلقت بسبب الموضوع ده، وانا عايزه اكتب كتابي عليكي وعلى الاقل العيل ده هيتكتب باسمي وهعتبره زي ابني بالظبط. بس اهم حاجه عاوزك تبقي واثقه فيا وانا هتصرف في الموضوع ده، وكل اللي عاوزه منك ان انتي توافقي على الجواز منك. انتي ما تعرفيش انا مبسوط قد ايه. وفعلا ساميه وافقت واتجوزت جمال. وفي يوم طلعت اخت جمال عند ساميه وقالت لها بقولك ايه بقى يا بنت انتي، انا شاكه ان انتي حامل، بطنك كبيره قوي كده ليه؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده يا سعاد؟ انا ولا حامل ولا حاجه. تلاقيكي يا اختي غلطتي مع واحد كده ولا كده واتجوزتي جمال اخويا عشان يستر عليكي وتلبسيها له. بس اللي انتي ما تعرفيهوش ان جمال اخويا يا حبيبتي ما بيخلفش. وشوفي بقى لما يعرف هيعمل معاكي ايه. في الوقت ده خرج جمال من جوه وقال ايه اللي انتي بتقوليه ده يا سعاد؟ ازاي تكلمي سامية مراتي بالشكل ده؟ شكلك كده يا اخويا مختوم على قفاك. البت مراتك دي حامل وعايزه تلبسك الواد اللي في بطنها. ما انا عارف الموضوع ده كله يا سعاد، وانا اللي خليتها تعمل كده عشان الواد اللي في بطنها يتكتب باسم. يا نهارك مش فايت، وازاي توافق على حاجه زي كده؟ يعني انت عاجبك حلة اخوكي وهو كده من غير عيال؟ على الاقل امشي في المنطقه كلها عندنا وانا رافع راسي
بعد ما مراتي اتطلقت وعملت فيا اللي عملته. يلا ربنا يسهل لها وخلي الناس كلها تعرف ان انا بخلف، مش زي ما قالت للناس ان العيب مني انا وانا ما بخلفش. بس يعني يا جمال مفيش بس يا سعاد، كل الحكاية ان انا مش عايز اي حد يعرف بالموضوع ده. لو بتحبي اخوكي بجد، عشان لو حد عرف انا ممكن اموت نفسي. ده انا ما صدقت ان ربنا اداني الفرصة دي عشان اكدب طليقتي واقول للناس كلها ان انا بخلف. خلاص يا جمال اعمل اللي تعمله يا اخويا، وانا ماليش دعوة بالموضوع ده ولا كأني عرفت اي حاجة. فعلا سعاد ما جابتش سيرة لأي حد، وسامية خلفت مروة واتسمت على اسم جمال. في الوقت ده راح جمال لمروة اللي كانت قاعدة في الأوضة بتاعتها، وجمال قال لها هو في ايه بالظبط يا مروة؟ ما عملتيش ليه كل اللي اتفقنا عليه؟ انا سبتك بمزاجي على فكرة لما انتي قلتيلي ان انتي هتجيبي سوريا صاحبتك مكانك طالما انتي مش عايزة تكوني معايا. مش عارفة، انا كل ما اتصل بيها تليفونها مقفول على طول. لو كده بقى هضطر اروح لها البيت وهحاول اجيبها لك النهارده. تمام يا مروه، انا عايزها الليله دي، ولو ما جبتهاش بقى يا حلوه انت اللي هتكوني مكانها، واللي يحصل يحصل. حاضر، هحاول اتصرف النهارده واجيبها لك معايا على طول. انا هقوم اغير هدومي بسرعه واروح لها على البيت. فعلا مروه لبست هدومها وجات لي على البيت على طول، وفتحت لها ليلى مرات اخويا وقالت لها قال قاعدين يكفيكوا شر الجايين. خير يا اختي، ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ هو في ايه يا ليلى؟ انتي بتتكلمي معايا كده ليه؟ وانا زعلتك في حاجه؟ ابدا يا اختي، بس سبحان الله ما برتاحلكيش كده لله في لله، وحاسه كده ان البت اللي اسمها سوريا دي هيحصل لها حاجه من تحت راسك، مش عارفه ليه. الله يسامحك يا ليلى، ربنا اللي يعلم انا بحب سوريا قد ايه. وانا خرجت على بره لما سمعت صوت مروه وقلت لها هو في ايه بقى؟ حرام عليك يا ليلى، انا خلاص زهقت من اسلوبك معايا انتي واخويا. بقولك ايه يا مروه، اصبري يا حبيبتي، هغير هدومي واجي معاكي على طول. استني عندك يا بت انتي. هو انتي استنيتي لما اخوكي يسافر وعايزه تمشي دلوقتي؟ والله لا اتصل بيه دلوقتي حالا عشان يعرف شغله معاكي. والله اعملي كل اللي انتي عايزاه يا مرات اخويا، انا خلاص ما بقاش يهمني. وانا سبتها ودخلت غيرت هدومي ومشيت مع مروه على طول، ورحت على بيت مروه وقعدت في اوضه نومها، ولقيتها داخله عليا بكوبايه شاي وقالت لي ما كنت خليتيني يا بنتي اعمل لك كوبايه عصير احسن من الشاي ده، على الاقل هتبقى مفيده. لا اصل انا دماغي وجعاني ومصدعه قوي ومش قادره من الصداع. واول ما شربت فنجان الشاي دماغي تقلت اكتر واكتر ونمت وما حسيتش بنفسي. ومروه سابتني نايمه في الاوضه وخرجت على بره، ولقيت ابوها واقف قدامها وقال لها طمنيني البت نامت؟ اه نامت يا بابا، بس صعبان عليا قوي. حرام عليك يا بابا اللي انت هتعمله فيها ده، عشان خاطري يا بابا سيبها وروح اتجوز. بقولك ايه بقى يا بت انتي، بعدي عن وش السعادي، انا مش عايزه اشوفك قدامي. وابوها وسابها ودخل على الاوضه على طول. وفي نفس الوقت وصل عماد اخويا ومروه فتحت له وقالت له ايه ده يا عماد، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مالك واقفه مصدومه قدامي كده ليه؟ سوريا فين؟ هي فاكره نفسها هربت مني ولا ايه؟ ومش هعرف اطولها تاني؟ اوعي كده من وشي وقوليلي سوريا فين، والله لخلي ليلتها سودا النهارده. استنى بس يا عماد وانا هقولك على كل حاجه، اصبر وخليك واقف عندك. لا بقى ده انا شكلي كده هكسر الشقه دي على دماغك. فين اختي؟ وعماد كسر باب الاوضه ولقى اخته مغمى عليها، وابو مروه كان لسه هيحاول معاها، مسكه من هدومه وقال له نهارك مش معدي، انت عايز تعمل ايه في اختي؟ والله لو اديك في 60 داهيه. وعماد شال اختي من ايديها وجرى بيها على المستشفى على طول. وعماد كان واقف بره وقلقان جدا على اخته ومنهار من العياط. والدكتور خرج وقال له اطمن يا استاذ، اختك سليمه ومحصلهاش اي حاجه، وهي فاقت دلوقتي وتقدر تدخل لها وتطمن عليها. بس انا هكتب تقرير في المستشفى على كل اللي حصل معاه عشان تقدر تاخد التقرير ده وتعمل بيه بلاغ في الشرطه. متشكر جدا يا دكتور، انا بجد مش عارف اشكركم ازاي. وعماد خد بعضه ودخل على اوضه اخته سوريا. في الوقت ده كانت فاقت من اللي هي فيه وقالت ايه ده، انا فين وايه اللي حصل لي؟ ايه ده يا عماد، ايه اللي جابني هنا؟ وعماد كان واقف جنبي وبيعيط زي العيال الصغيره وبيقول لي حقك عليا يا اختي، بسببي انا كنت هتضيعي مني في شربة ميه. صاحبة عمرك كانت حاطالك حاجة في الشاي وابوها كان هيضيعك في لحظة واحدة. مستحيل الكلام اللي انت بتقوله ده، انا لا يمكن اصدق حاجة زي كده ابدا. ايه اللي انت بتقوله ده يا عماد؟
مروة دي صاحبة عمري وصاحبة طفولتي، معقولة تأذيني؟ انت اكيد بتقولي كده عشان منروحلهاش تاني، مش كده برضو؟ صدقيني يا سوريا، هو ده اللي حصل بالظبط. ابوها كان هيضيع مستقبلك، بس لولا ان انا جيتلك على اخر لحظة كنت ضعتي مني. وانا انهارت من العياط لاني ما كنتش مصدقة ان صاحبة عمري تعمل فيا حاجة زي كده. وفي الوقت ده مروة كانت قاعدة وخايفة جدا من ابوها، وقال لها هو انت هتفضلي قاعدة كده كتير؟ قومي يا بنت شوفي صاحبتك راحت فين وطمنيني. هأطمنك ايه؟ هو انت عندك قلب عشان تبقى قلقان؟ منك لله يا شيخ، انا مش قاعدالك في البيت ده لحظة واحدة لاني خلاص ما بقتش واثقة فيك، وانت ملكش اي امان. ومروة سابته ونزلت على تحت على طول. ومروة وهي نازلة على السلم قابلت محمود، وقال لها انت نازلة جري كده ليه؟ هو في حاجة حصلت معاك يا مروة؟ تعالى معايا ارجوك يا محمود، عايزاك في مشوار مهم قوي. ومروة خدت محمود وركبوا العربية وراحوا على المستشفى على طول. واول ما عماد اخويا شافها داخلة عليه هي ومحمود، قال لها هو انت اللي ايه جابك هنا تاني بعد كل اللي عملتيه انت وابوكي؟ انا قدمت محضر ضدكم في الاسم، واكيد طبعا مش هسكت عن حق اختي. في اللحظة دي دخلت ليلى مراته وقالت ايه اللي حصل بالظبط يا عماد؟ مالها اختك وايه اللي حصل لها؟ منك لله يا شيخة، انت السبب في كل حاجة حصلت لنا وحشة، انت اللي خليتيني اعمل اختي وحش، عشان كده مشت وسابت البيت وما كانتش طايقة بيت اخوها ابدا. اختك اللي مش متربية يا اخويا، وانت في الاخر جايب اللوم عليا انا؟ اخرسي قطع لسانك، اختي متربية احسن تربية، انت طالق ومش عايزة اشوف وشك تاني. وليلى سابتهم ومشت. ومروة قربت مني وقالت لي حقك عليا يا سوريا، انا اسفة في اي حاجة عملتها معاكي، بس انا كان لازم اعمل معاكي كده لاني خفت يعمل معايا زيك بالظبط، لانه قال لي وهددني ان لو ما عملتلكيش كده هيعمل معايا كده. وانا ما ردتش عليها من كتر صدمتي في صاحبة عمري. فعلا اتقبض على مروة واعترفت قدام الضابط بكل حاجة. والضابط قال لها بقى معقولة تخوني صاحبة عمرك وتعملي معاها حاجة زي كده؟ انتي فعلا واحدة ملكيش امان. انا عارفة ان انا غلطانة يا حضرة الضابط، بس انا عملت كده لانه كان بيهددني على طول. انا لو ما عملتش كده في صاحبتي كان هيعمل فيا. عمتك جت لحد هنا واعترفت ان هو مش ابوكي اصلا، والمفروض اول ما طلب منك حاجة زي كده كنت تيجي القسم وتبلغي عنه، لكن انتي كنتي مشتركة معاه في نفس الجريمة، واديك اهو هتتحبسي زيك زيه بالظبط. وفعلا اتحبست مروة هي وجمال، وانا كنت روحت على البيت، واخويا جه قعد جنبي وقال لي انا مش عايزك تزعلي مني يا حبيبتي، انا عارف ان انا غلطان، ان انا كنت بسمع كلام ليلى وما كنتش بصدقك ابدا. انا عمري ما ازعل منك ابدا يا حبيبي، والحمد لله ان انت لحقتني على اخر لحظة وما حصليش اي حاجة. وده درس برضو يعلمني ان انا ما امنش لاي حد حتى لو كان مين. لا طبعا يا سوريا، لازم تأمني، بس ما ينفعش تدي الثقة الزيادة لأي حد مهما كان ايه. اي واحدة ممكن تقولك انا اختك وصاحبتك، بس برضو يكون في حدود. عندك حق يا عماد. وبعدها بفترة عشت انا واخويا مع بعض، واتجوز واحدة تانية وكانت كويسة جدا وبتحبني. وبعد ما عدى سنتين على كل اللي حصل ده، لقينا محمود ابن عمة مروة جه عندنا البيت، وقعد مع اخويا عماد وقال له ممكن اعرف انت جاي عندنا ليه تاني بعد كل اللي خالك كان عايز يعمله في اختي ده؟ انا ماليش ذنب في اي حاجة حصلت مع الاستاذة سوريا، وانا جاي النهاردة عشان اتقدم لسوريا، لان بصراحة كده انا عرفت ان هي بنت ناس ومحترمة والف مين يتمناها، وانا بتمنى ان انت توافق على جوازنا. وبصراحة كده محمود كان انسان محترم جدا، واخويا وافق عليه واتجوزته، وعشت انا وهو في منطقة تانية غير المنطقة اللي كانوا عايشين فيها، وعشت معاه اسعد ايام حياتي. لكن طبعا اتعلمت درس عمري منساه. وفي نهاية قصتنا احب اعرفكم ان القصة دي كانت حقيقية وحصلت بالفعل، بس احنا غيرنا فيها شوية تفاصيل، لان الحكاية الاصلية ان الاب فعلا كان بيعمل كده في بنته، بس انا عشان محدش ينتقدني غيرت شوية تفاصيل في القصة، لان صاحبة القصة قدمت بلاغ في ابوها، وهو دلوقتي بيتحاسب وبيتعاقب على كل اللي عمله. لكن انا في نفس الوقت ده حبيت اقدم لكم نصيحة للبنات، ان محدش يآمن لأي حد، محدش يقول دي صاحبتي واختي وعمرها ما هتأذيني، انتوا ما تعرفوش ايه اللي جوه النفوس. وانا حبيت انوه عشان صاحبة القصة
ما تقولش انت ليه غيرتي في القصة. وبكده حكايتنا تكون انتهت. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله.